الكريم رب العباد سبحانه وتعالى اللي بيرزقنا كلنا من أرضنا بفضله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركة السماء والمية والمطر والنيل من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبركة الأرض احنا بنشوفها النهاردة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نفس المساحة السنة اللي فاتت، السنة دي زادت المساحة ما يزيدش عن 10%، لكن المحصول بفضل الله لغاية دلوقتي زيادات أكتر من 30%. احنا سامعين وشايفين معاكم وعايشين يوم بيوم. والفدان بعد ما كان 10 و12 أردب بقى 15، السنة دي 20 و24 و27، وانا سامع حاجات اكتر من 30. فهنا 24. يعني زمان كانوا بيقولوا في الرز ان القراط بيجيب اردب، ده اكتر حاجة في الرز. انما احنا بفضل الله والبركة والجهد والاخلاص بتاع الفلاحين، بتاع الناس اللي بيراعوا ربنا ويبذلوا الجهد ويصحوا بدري ويروحوا الغيط ويطلعوا المحصول. المعدلات لغاية دلوقتي بفضل الله عالية وممتازة، وأظن على آخر الأسبوع ده هنوصل 2 مليون طن، هنقرب من نص اللي احنا عايزينه تقريبا. احنا كنا من سنتين بننتج 5.5، وبعدين زدنا بقينا 7.5. السنة دي إن شاء الله ماشيين رايحين ل9.5، وبنستهدف خلال سنتين نوصل ل11.5 12. كل الأرقام دي بالمليون طن. وإن شاء الله لما نوصل بعد سنتين زي ما احنا ماشيين بزيادة وبركة ربنا علينا وعليكم، يبقى بنحقق أكتر من 80% من احتياجنا. بنستهدف في 4 سنين ما نستوردش قمح إن شاء الله. اللي عايز البركة لازم ينتج، لازم يشتغل. ثم تابع الرئيس مؤكدا على أن كل المسؤولين ووزارة الري والزراعة والإرشاد الزراعي ووزارة التموين جميعهم في خدمة الفلاح، وأن الدولة تحرص ألا يكون هناك وسطاء للشون وأماكن تجميع المحصول. كل الناس اللي حواليكم من المسؤولين، وزارة الري مشكورة بتبذل جهد كبير جدا، وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي والتقاوي الجديدة والجهد كله مشكور جدا، ووزارة التموين والحرص إنها تروح عليكم وتجمع المحصول، ومحدش ياخد بسعر قليل من حد. مفيش وسطة بينكم وبين الشون وبين أماكن التجميع للمحصول، مفيش. تاخد حقك على رأس الشونة. واحنا قلنا 2 3 واظن البنك معانا وفروع البنك والبنوك التانية اللي بتتعاون وتتعامل معاه، الناس بتاخد حقها بالكامل. اي تأخير في اي مكان الحكومة احنا جاهزين، في ارقام ومعلنة في التلفزيون وفي الراديو وفي كل مكان الاتصال عن المشاكل، حل المشاكل. الفلاح المصري في عينين الشعب المصري وهو بينتج وبيقول يا رب يا رب، اللهم ارزق أهل مصر الخير وبارك لهم فيه.
اللهم ارزقنا الخير وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا خيرا ولا تلجئنا إلا إليك. اللهم لا تلجئنا إلا إليك يا رب. بارك لأهلنا في أرضهم، بارك لأهلنا في محصولهم، بارك لأرضنا لأهلنا في سعيهم وجهدهم وعرقهم، في ولادهم وفي حياتهم، وارزقنا كلنا الخير. احنا كلنا بنشتغل وبنقول يا رب، احنا كلنا بنشتغل وبنقول يا رب اللهم لا تكلنا إلا إليك يا رب. كل طلباتكم، كل اللي انتوا عايزينه، لأن في الآخر ده بيرجع على البلد كلها. في الآخر أنا بقول معاكم، مع كل المصريين، بقول إيه؟ بقول إحنا عندنا عبور ثالث. عبرنا في أكتوبر 73 10 رمضان، وعبرنا في 25 يناير والثورة، وبنعبر دلوقتي علشان ننتج. بنعدي علشان ننتج. هي دي الأرض المبروكة، هي دي الأرض اللي بتطلع، ده اللي بتطلع الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس لازم نسعى وربنا يسعى معانا. اسعى يا عبدي زي ما انتوا بتقولوا، وانا اسعى معاك. السعي اللي بيصحى بدري، اللي بيعرق، اللي بينتج، بينفع غيره بفضل الله وهو بينتفع. وعشان كده احنا كل عينينا وجهدنا عليكم ومعاكم. ما حدش يستغل حد ابدا. ما عادش حد يدي حد فلوس من بدري ويقول له اخد منك الارداب ب 250 ولا 300، خد الفلوس بدري. لا، ما عادش حد يقول لحد بيع لي وانا اودي للحكومه انا وسيط. ما عادش حد يستغل حد، ولا فلوس تتعطل، ولا يبقى فيه احتكار. احنا بننتج علشان نقول للدنيا كلها ان اهل مصر المصريين، احنا اصلا كلنا احنا فلاحين. احنا فلاحين. اللي بقى مدرس ابن الفلاح، واللي بقى محامي ابن الفلاح، واللي بقى قاضي ابن الفلاح. واستطرد الرئيس محمد مرسي قائلا إنه يتم حاليا عمل صوامع لتخزين وحفظ 450 ألف طن قمح، داعيا الجميع للتكاتف والتعاون كلا في مكانه حتى يزداد الإنتاج ولا نحتاج لغيرنا. احنا السنة دي عشان تبقوا عارفين، عشان اقول لكم احنا في ال4 شهور اللي فاتوا ما استوردناش 1,000,000 طن قمح كنا المفروض نجيبهم من بره، ما جبناهمش. فضينا الحمد لله، فضينا الصوامع عشان نحط فيه محصولنا، نحط فيه محصولكم ونحافظ عليه، علشان يبقى ربنا يبارك لنا ولكم فيه، فتبقى ارادتنا في ايدينا 2 3 سنين ونكفي نفسنا ان شاء الله بالانتاج والبركة. مصر اللي فيها النيل، مصر اللي فيها الارض الخصبة، مصر اللي فيها الرجالة، مصر اللي فيها اولادها، مصر اللي فيها الفلاحين، مصر اللي فيها الشرطة والجيش، مصر اللي فيها اهلها، غنية بفضل الله ونعمه علينا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. احنا نعم ربنا علينا كتير لما نتحد، لما نعرف قيمة ارضنا وجونا وسمانا وسواحلنا وشواطئنا وخبرتنا واهلنا، ونعيش مع بعض زي كده في الغيط وفي البيت، في الغيط وفي الدار، كلنا مع بعض حاجة واحدة. لازم نتكاتف ونتعاون وننتج في الغيط وفي المصنع وفي المدرسة والجامعة وفي المحكمة وفي النيابة وفي الجيش والشرطة،
وفي الطريق وفي التصدير والاستيراد لازم ننتج علشان نبقى بجد بنقول للدنيا كلها ان الثورة بتاعت الرجالة بتاعت مصر ديت، وكلمة رجالة يعني رجال ونساء، مش بس رجال فقط، ما هم موجودين. وانا متأكد ان الارض دي شارك فيها ستات مع الرجالة في زرعها، وانا شايف في كل حتة ستات بيشاركوهم مع المكن والدرس ومع المحصول والشيل. وربنا يبارك لكم في انتاجكم وارضكم. احنا في مصر بنحيي كل الفئات، لكن النهارده هو عيد الحصاد، عيد الغلة، يوم القمح، يومنا اللي دايما هنعتز ونفخر بان احنا بنطلع السنة دي ان شاء الله 9.5 مليون اردب زيادة، 9.5 مليون طن زيادة عن السنة اللي فاتت، حوالي 30% على الأقل. احنا الفلاح وحقه كامل، الفلاح وحقه كامل. اللي عنده شكوى، التموين موجود والزراعة موجودة والري موجود، وكل المؤسسات والهيئات في خدمة الإنتاج والمنتج. أنا فرحان وسعيد بكل اللي موجودين، وعايز منكم من خلالكم كده أحيي كل الفلاحين في مصر. ومكن الدرس اللي مطلع العفرة دي فيها الخير، واللي بيتعفر علشان ربنا يكرمه ويبارك له في إنتاجه وولاده. كل سنة وانتم طيبين. الدنيا كلها بتبصلكم وعايزة منكم كتير، وأهلنا وشعبنا عايزين منكم كتير، وانتم بتعملوا فعلا، ولازم تاخدوا حقكم وتطمئنوا. تمن الذرة وتمن الرز أكتر من السنة اللي فاتت إن شاء الله. تمن الذرة والرز أكتر من السنة اللي فاتت إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.